يقعد يتمسح فيا اول ما اجي من بره وشغلانه. يعني بصوا، حتى لو الاكل قدامه في طبق، يعني احنا مخصصين له مثلا طبق، لا عايز ان انا اكله بايدي، ولو ما اكلتوش بايدي ما رضاش ياكل. يعني بقول لكم دي مسؤوليه، لو القط ارتبط بيكي من صغره خلاص، يبقى انت كده انت اعتبري نفسك ان انت بتربي طفل صغير. مش تهمليه بقى، ولا ده مجرد طفل، مجرد قطه هيسلينا ويخلي فيه بهجة في البيت وكده. لا لا يا ماما، لازم تبقي عارفة ان القط ده مش سهل، يعني مش حاجة سهلة. ده غير بقى، يعني عايزة اقول لكم ان هو مبهدل لي الدنيا. يعني احنا صيف شتاء فرشين الحصيرة السنة دي بالذات بسبب رعد، بسبب رعد والعمايل السوداء اللي بيعملها. يعني يقطع في الحصيرة، اتقطعت اصلا بسبب ايه؟ انه بيسن ضوافره فيها، مع ان احنا بنقص له ضوافره. بس احيانا كده بننسى، يعني احيانا كده ننسى ان ضوافره طولت، الركنة اتمزعت ما شاء الله. دي تالت مرة كده ان انا اجددها بسببه. يعني حاجة كانت تقعد عندي بالسنين. بس اقول ايه؟ بصوا بصوا الدلع، المرقعة. عم الحاج، ابا الحاج، ابا الحاج، رعودي. وتبقي خايفة تحميه في الشتاء. وبصوا، هي مش سهلة، يعني مش حكاية ان انت عايزة قط يسليكي وتلعبي معاه وكده، لا. وعايزة اقول لكم ان هو لما يعني لما احنا مربينه من صغره، من هو عنده شهر كده لغاية دلوقتي، فعايزة اقول لكم ان هو قرب يتكلم. يعني بصوا دلوقتي من شوية دخل الحمام بتاعه، فدخل لقى الحمام الرملة مبلولة، الرملة مش اللي هي يعني ناشفة. طبعا الدنيا شتا، فراح طالع تاني وقعد ينده على احمد، او 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 وينده ويمشي، يعني تعالى غير لي الرملة. نونوله نونوتين كده، وراح داخله وبيبص وراه، قال يعني انت جاي ولا لسه؟ وبعدين دخل جوه وقعد ايه، يبص له في الرمله ويبص عليه وينونو، يبص في الرمله ويبص عليه وينونو. قال يعني تعالى غير لي الرمله. بعد كده طبعا الرمله اللي جوه مش رمله اللي هي الرمله اللي بتتباع دي، لا، دي رمله عاديه. لان المنطقه اللي احنا فيها، المكان اللي احنا فيه، في واحد بس اللي بيبيع الحاجات بتاعت القطط دي. فلما خلصت الرملة اللي كنا بنجيبها له، لما رحنا له مرة نلاقيه قافل، ومرة قال ما فيش، فجبنا له، مش هنقعد نستناه بقى، القط مش هيقعد يستناه، فجبنا له رملة من اللي هي الرملة العادية. وده والله احنا مربيينه عليها من زمان يعني. وهو قط كويس. هي اول ما بتتبهدل كده، يعني كل يومين مثلا بنغيرها. يعني مثلا احنا النهارده غيرناها، بكره بعد بكره نغيرها، لان ما بتبقاش لحقت تتوسخ. ممكن بقى لو في، اما الرملة اللي هي اللي بتتباع بتقعد ايه، بتقعد كتير. يعني كل مثلا الشكارة ممكن تقعد معانا مثلا شهر. ف الموضوع مش هي بس بالنسبة للتوفير، الرملة اللي هي الرملة اللي بيبنوا بيها دي، الرملة الصفرة دي أريح وأسهل. ولو مش ما عندكيش هتسعفي نفسك بيها وتجيبيها، عشان ايه؟ مش هينفع تسيب الرملة معفنة كده، لا، لازم نغيرها. عايزة اقول لكم بقى ان هو قرب يتكلم بجد. يعني اما دلوقتي خلاص هو فهمنا وفهمناه. يعني تقول له مثلا ما تدخلش الأوضة، اطلع بره، يطلع. ما تدخلش الأوضة دي، هو في الأوضة الكبيرة دي عارف ان ممنوع ان هو يخش جوه. لان بصراحة انا فرشة فيها الموكيت، وهو بيدخل يشيل الموكيت وينام تحتيه. يعني هو بيتغطى بالموكيت، واخش الاقي الدنيا مبهدله بقى. اما الاوض بقى انا مش فرش حاجه، بقيه الاوض، بقيه الشقه يا دوب الحصيره في الصاله، حتى الطرقه مش فرشاها
الجو مش برد قوي في نفس الوقت. ال ان احنا نوضف في الشقة، يعني ننضف فيها، سايباها كده. فعايزه اقول لكم اللي عايز يجيب قط يبقى عامل حسابه قبل ما يجيبه. ما تفكروش الموضوع سهل، ده كأنه عيل صغير وانت هتربيه. قادرة على كده خلاص اتكلي على الله وكملي. مش قادرة وهتفكري ان هي حاجة سهلة، لا، حرام. حرام تجيبوا القط وتبهدلوه معاكم. والله العظيم انا احيانا لما مبلاقيش حاجة، مثلا في حاجات هو مبيرضاش ياكلها. يعني مثلا عندكم رعد ما بياكلش مثلا ال الحاجات الدسمة، واللانشون ما كانش لانشون نوعيته جيدة ما ياكلوش. الجبن بياكل الجبن كلها، ولكن الجبنة الرومي اللي هي بتبقى مش حلوة، نوعيتها رديئة كده، ما يرضاش ياكلها، تكون ناشفة مثلا، تكون ملحها زيادة. فصدفة مرة من يومين مكانش فيه لانشون حلو، يعني كان لانشون اللي هو بيبقى بالزيتون، هو ماكلوش. سبحان الله يعني. فرحت ايه، مطلعه بقى من الفريزر، كان في حمامه كده، كانت يعني ايه كبيره، يعني فردة حمام كانت كبيره، كانت خلاص الذكر بتاعها مات، وقلنا نذبحها بقى. فذبحناها، بس طبعا دي كبيره، ما ينفعش تتحشي وما ينفعش حد ياكلها، فقلنا نخليها لغايه ما يعني تيجي بقى ايه مناسبه نعملها فيها اي حاجه. بالمناسبة يعني الحمام الكبير ده ممكن ان انت تفصصيه كده، تشيلي منه العظم وتخليه يعني، وتفرميه وتعمليه كفتة، بتبقى جميلة، بتبقى احلى من كفتة الفراخ واللحم. خلينا في موضوعنا. فانا كنت شايلاها، قلت يعني لو حاجة حصلت زي كده هعملها يعني. رحت بقى ايه طلعتها له وسلقتها. فضلت بقى سلقتها وقت كبير لان هي كبيرة، وفصصتها له وحمرتها. يعني هي قطعتها حتت كده الصدر بتاعها والوراك، وحمرتها له وكلها، لان هو ما ياكلش الحاجات المسلوقه. بالمناسبه يعني اللحمه لازم تتحمر. راجل مزاجنجي. راجل مزاجنجي في الاكل، مش اي حد يا حبيبتي، ما بقولك. طيب هتقولي ان شاء الله مع انه كلب، وهيعذبنا معاه ليه وهيتعبني معاه ليه؟ ده انا هجيب قط يحيرني مني، ما هو كده. انت على حسب ما انت تعوديه. احنا عودناه من صغره، العيال هنا عودوه ايه على الحاجات دي، فطلع بقى ايه شاف نفسه علينا. من فترة برضو يعني كنا لما رحت عملت درس، زي ما قلت لكم عملت درس وكده. كنت اليوم ده ما قدرتش اكل فراخ، فسيبت نايبي في التلاجة متحمر وكل حاجة. قلت بقى ايه تاني يوم بقى اكون حسيت براحة كده اكله. لقيته هو كان بياخد نايبه معانا، يعني احنا بنعمل له نايب زينا زيه، بنفصصه له بياكله. فلقيته هو ايه اليوم ده ما كانش فيه. اليوم ده لما هو بيبقى واكل فراخ قبليها بيوم، تاني يوم استحالة ان انت تعرفي تأكليه اي حاجة تاني. يعني زي ما يكون بيقولك لا انا عايز فراخ، طب هو احنا هنجيب لك منين في ايامك السودة دي؟ المهم رحت مطلعه له بقى ايه، كان صدر. رحت مطلعه حته نصه كده واكلتها له. هو كل. هو من النوع اللي ياكل وينام، يخش ياكل ويخش ينام. فانا بقول لكم يعني القط ده واحد من البيت، فرد من افراد الاسره. ما تفكروش ان هو يعني عشان حيوان، يعني لا، ده حسب تربيتك انت بقى. والله العظيم غالي علينا جدا، غالي عليا، غالي عليا، واغلى عندي الدنيا دي. لا مش للدرجة دي، بلا اغلى عندي من الدنيا دي. يا سلام، هو انت مين يعني؟ يا سلام. ايوه انت رعد، انا عارفة. رعودي، رعودي. لا ما تسقش فيها، ما تتمرقعش قوي.
انت هتنام ولا هتتدلع؟ رعد. ابا الحاج. ابا الحاج. لاحظوا شايفين، خدوا بالكم. الراجل بتاع الروبابيكيا كل ما افتح الفيديو لازم يطلع فيه. الفيديو من غير بتاع الروبابيكيا ملوش اي 30 لازمه، خلي بالكم.